صباح الجبنة الكريمي بالقشطة. هاتي قطعة جبنة قريش وزنها من 200 ل 250 جرام، حطي عليها معلقتين كبار من القشطة، قطعة جبنة مثلثات، معلقتين كبار حليب باودر، ربع كوباية من الحليب السايل، معلقتين كبار من الزيت. وتقدري تنزلي بالزيت على طول لو انت هتشتغلي بالهاند بلندر. لو هتشتغلي بالخلاط انزلي بيه تدريجي والخلاط شغال على الخليط. هتضربيه هيبقى معاكي تقيل شوية، ممكن تزودي من معلقة لمعلقتين من الحليب لغاية ما يبقى القوام معاكي بالشكل ده. ما تقلقيش خالص، لما بتحط في التلاجة بتتقل وبتبقى زي الفل. تقدري بقى تضيفي لها النكهه اللي انت عايزاها لو انت حابه. انا عملتها بالقشطه زي ما انت شايفه. ممكن تعمليها بالجبنه الشيدر، بالزيتون، بالبسطرمه، بالجبنه الرومي. ويا سلام عليها بقى كده مع قطعه توست وعليها شويه زعتر، بجد طعمها روعه جدا. يا رب تعجبكم، بالف هنا وشفا مقدما. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ اماني شتا، ولايك وشير. دمتم في امان الله، مع السلامه.